هدف واحد بالغلط كان كافي إنه ينهي حياة لعيب. في سنة 1994 كولومبيا دخلت كأس العالم وسط توقعات مرعبة. الناس كانت شايفة إن المنتخب ده ممكن يفاجئ العالم كله، وفي وسط الفريق اسكوبار، لاعب هادي ومحبوب جدا في بلده. لكن في مباراة ضد أمريكا حصلت اللحظة اللي غيرت كل حاجة. اسكوبار حاول يبعد الكورة لكن دخلت مرماه بالغلط. هدف عكسي خلى كولومبيا تخرج من البطولة. الإعلام هاجمه بعنف والجماهير حملته الخسارة كلها، لكن الكارثة الحقيقية كانت لسه جاي. بعد 10 أيام بس لرجوعه لكولومبيا خرج اسكوبار في ليلة عادية وتم إطلاق النار عليه واتقتل في الشارع، واللي اتقال إن السبب كان الهدف العكسي وخسائر المراهنات الضخمة اللي حصلت بعد خروج كولومبيا من كأس العالم. العالم كله اتصدم لأن لاعب كورة دفع حياته ثمن لحظة جوه مباراة، ومن يومها بقت قصة اسكوبار واحدة من أحزن القصص في تاريخ الكورة. وبعد خروجه من كأس العالم وقبل موته بأيام قليلة كتب: الحياة لا تنتهي هنا. كان فاكر ان الهزيمة مجرد لحظة وان الانسان يقدر يبدأ من جديد، لكن القدر كان بيخبي نهاية تانية وما كانش يعرف ان ده الوداع. في كأس العالم 2010 إيطاليا بطلة العالم قبلها ب4 سنين دخلت البطولة وهي مرشحة، لكن كل حاجة كانت بتنهار خطوة خطوة. أداء باهت وخروج مبكر وصمت كبير في غرفة الملابس. بوفون حارس المرمى وقائد المنتخب واقف بعد المباراة مش قادر يتكلم، مش قادر يبرر، ودموعه نزلت. مش دموع لحظة، دي دموع إحساس إن النهاية جت أسرع من المتوقع. اللعيبة حواليه ساكتة والصورة كانت أوضح من أي تحليل. فريق بيدافع عن لقب العالم يخرج من الباب الصغير، لكن اللحظة اللي ما بتتنسيش مش هي الخسارة، هي دموع لاعب كان شايل بلد كاملة على كتفه، وفي لحظة الحمل زاد عليه والحلم انتهى. أحيانا ثانية واحدة تغير التاريخ كله. كاس العالم ما بيرحمش حد. في نهائي 2010 أسبانيا كانت بتلعب أهم مباراة في حياتها قدام هولندا، 90 دقيقة كاملة من غير أهداف ومن غير أخطاء كبيرة، بس توتر بيخنق أي حد. دخلنا الوقت الإضافي، كل لاعب بقى بيجري كأنه آخر مرة يلمس كورة في حياته، والدقيقة 116 تمريرة ودخول لمنطقة الجزاء. الكرة وصلت لإنيستا وبتسديدة واحدة هدف. في ثانية واحدة الملعب انفجر. أسبانيا ما بقتش بتحلم، دي بقت بطلة العالم لأول مرة في تاريخها. وفي نفس اللحظة هولندا انهارت. حلم كان قريب جدا راح في ثانية. كاس العالم مش دايما بيكافئ الأفضل في المباراة، لكن دايما بيحسم أقصى لحظة في الوقت الصح. ثانية واحدة كتب التاريخ بلد بحالها.